الاطفاء. طب يلا فكيه. هتلزقي فين هنا بقى يا ترى؟ هلزقه هنا. اختار البتاع. والله يا احمد جيمنج هو صوت. ديت اسمها ايه لو شاطره قولي لي. ازيكم احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. فيديو النهارده هو عباره عن جزئين. اول جزء لقطات لملك الهندله وحش بابجي موبايل احمد جيمنج بالعربي، والجزء الثاني من الفيديو هو عوده الكائن المرعب احمد جيمنج بالعربي. ومن غير ما اطول عليك يلا بينا على الفيديو. في الاول كده تحضر حاجه تشربها لان الفيديو محتاج دماغ رايق. احمد جيمنج بيلعب دوب، اتفرج ليه. مسافه ما شاف الواد وقع نوك. بص ايه من العيال، الواد هانو دامج، يعني احمد جيمنج ده مطلقه. بص الواد بيقفله ازاي، والله العيال بتلعب. ده الدوب بتاع احمد جيمنج واقع نوك. تخيل احمد جيمنج بيفايت بالدم ده. بس انا عايز اقول لك حاجه، اي كي ام احمد جيمنج بالعربي السكواد خلصان، اسمع مني. وكده باقي واحد باقي. والله العيال بتلعب. انت متخيل ان احمد جيمنج طلع له اوبن وجابه والواد بيلعب واخد عليه سيرت؟ لا عاش والله يا اخي. احمد جيمنج كميه رعب، ملك الهندله، وحش بابجي موبايل. يعني قسما بالله يعني رجوعه المره دي ما هيكونش سهل على الناس اللي في المجال. هم لسه جايين من هنا، لا فهيبقوا انت متخيل الهندله؟ يعني اسمع بس كده احمد جيمنج بيعمل ايه وحاول ان انت تتعلم. يعني حرفيا طب خلينا نشوف. اتفرج الايم، حرفيا العيال ما لحقوش اصلا ان هو يستوعبوا ايه اللي حصل. يعني انت متخيل الاول خد له طلقتين هيد شوت وقع نوك، الثاني عقبال ما استوعب ان صاحبه وقع نوك لقى نفسه نوك زي صاحبه. احمد جيمنج كان من افضل الناس اللي تلعب سولو سكواد. سمعت صوته بس مش شايفه. هو الكام لقطه دول سكواد، بس احنا شايفين ان احمد جيمنج يعني كميه ثقه مش طبيعيه. شايفين الواد عمل في دمه ايه؟ يعني الواد بيلعب. طبعا انا مش هجيب لقطات ضد بوتات، يعني انا مجمع كام لقطه كده ضد ناس تبين لعب احمد جيمنج بالعربي. وطبعا الفتره دي ما بينزلش فيديوهات، لكن في الجزء الثاني من الفيديو هنشوف ظهور احمد جيمنج بالعربي، وهل هيرجع لبابجي موبايل تاني ولا خلاص اعتزل. ده هما جايين اصلا. وكمان الجيم ده كان احمد جيمنج عنده تحدي ان هو ما يستخدمش اتشايا او كده، اللي هو باين ضمامات بس. ده جايين بس بيلفوا رايحين على الكوره. العيال بتلعب، يعني هم عارفين ان اللي قدامهم بيلعب، عشان كده اخدوا من هناك بحيث ان الايم بتاعه. شايفين السحبه؟ قسما بالله مفيش طلقه طلعت بره الواد عقبال ما وقع نوك. يعني شوف هنا بقى هندله مع قوه احمد جيمنج بالعربي. مش عايز اقول لك ان الفايت ده كان صعب جدا على احمد جيمنج. يعني انا مش عارف انت هتتوقع نهايته ولا لا، بس الفايت ده كان من اصعب الفايتات على احمد جيمنج بالعربي، لان العيال بتلعب وتحركاتها حلوه. تخيل الواد ده كان شاف احمد جيمنج من الاول، يعني من هو بيلف كده كان زمانه اتجاب والله. وكان دلوقتي نوك وكام لسه عايش ومين بيودي على فين ودلوقتي انا شايف واحد نوك، واحد بيفايت احمد جيمنج. عاش استعمال سماعه مع ردة فعل جامده. عاش. بس مش هينفع، مش هنلاقي وقت. عارف هيجيب مين الاول ويسيب مين للاخر يجيبه. كده نط عليه. بس حرفيا لو احمد جيمنج بالعربي استنى ثانيتين بس كان زمان الواد ده جابه دلوقتي، لانه اكيد احمد جيمنج كان هيبقى متدمج من موتو. سيبك من كل ده، انت شايف احمد جيمنج معرفش يدخل الغرفه للواد
لان الواد ادى بري فاير، يعني العيال كانت بتلعب وشابوه احمد جيمنج بالعربي كان دمه 1 اتش بي. نيجي بقى للجزء الثاني واللي كله مستنيه، عودة احمد جيمنج بالعربي. بكل سهولة لو دخلنا على اليوتيوب كده تمام وكتبنا دقيقة واحدة بس، كتبنا مثلا سندباد، ننزل شوية هنلاقي هنا العاب سندباد. لو دوسنا على القناة كده هنلاقي القناة دي فيها 3 مليون مشترك. لو دخلنا على اي فيديو منهم هنلاقي ان ده احمد جيمنج بالعربي وبنته، واخر فيديو كان نازل على القناه كان من اسبوعين. يعني كده احمد جيمنج بالعربي اطمنا ان هو موجود، يعني لسه موجود في الساحه. بس هل هو اعتزل بابجي موبايل او لا؟ فتعال اقول لك. في الاول كده عايز اقول لك ان احمد جيمنج بالعربي عمل كل حاجه في اللعبه، يعني واحد ختم اللعبه حرفيا. ففي مره من المرات في وقت من الاوقات احمد جيمنج بالعربي لقى نفسه وسط ناس يعني هكرات. يعني انت متخيل واحد بيطير ويجيب واحد سنايبر ويطلع من هنا ويجيب ومش عارف ايه ومنظور شخص اول. فاحمد جيمنج بالعربي لقى نفسه ان هو ناقصه حاجه. يعني احنا طبعا عارفين ان احمد جيمنج اي حاجه بتطلع جديده بيحاول ان هو يختفي فتره يتدرب على الحاجه دي ويرجع اقوى من الاول. فاحمد جيمنج بالعربي لقى نفسه وسط ناس عامله كده، فكان لازم ان هو يظهر بشكل تاني يفاجئ الجميع. طب هل احمد جيمنج بالعربي اعتزل بابجي موبايل؟ يعني ليه فتره كبيره جدا ما نزلش فيديوهات؟ لا، عايز اقول لك ان احمد جيمنج بالعربي لسه في فتره تدريب واكيد راجع وبقوه. وطبعا بشكرك لو وصلت لحد الدقيقه دي، بس عايز افكرك انك نسيت اللايك ونسيت تدوس على الاشتراك وبس كده. بيس يا مان.